أصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية اليوم الأربعاء حكماً قضائياً مشدداً يقضي بإدانة مواطن إماراتي. المحكمة قررت معاقبة المعني بالأمر بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي على خلفية نشره محتوى رقمياً أثار جدلاً واسعاً. إلى جانب العقوبة السجنية والمالية الصارمة، قضت المحكمة بحذف المقطع المصور محل المتابعة القضائية بشكل فوري. كما شمل الحكم إغلاق الحسابات الرقمية التابعة للمدان بشكل نهائي، مع مصادرة الهاتف الذكي المستخدم في ارتكاب هذه الأفعال التي يجرمها القانون. وكان النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة قد أحال المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي على محاكمة جنحية عاجلة. وجاء هذا القرار عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي كشفت تفاصيل بثه لشريط فيديو أثار موجة ردود أفعال واسعة. المقطع الرقمي المصور تضمن مزاعم وادعاءات حول القوانين الأسرية بالمملكة المغربية، حيث زعم المتهم في الفيديو خلافاً للواقع والنصوص التشريعية أن القوانين المغربية تبيح الزواج من الفتيات القاصرات، وهو ما تسبب في ردود أفعال غاضبة. السلطات القضائية الإماراتية أفادت بأن منطوق الحكم استند إلى ثبوت تضمن المحتوى الرقمي لخطاب من شأنه إثارة الفتنة والتمييز. كما اعتبرت المحكمة أن هذا الفعل يشكل مساساً بالعلاقات الأخوية والروابط الدبلوماسية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي. أكد القضاء أن نشر هذا المحتوى يعتبر خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية والمنظومة القيمية المعمول بها في الدولة. ويأتي هذا الحكم ليؤكد الحزم في التعامل مع المحتويات الرقمية التي تسعى للنيل من العلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.